أغنية سنجل نزلت اسمها يا جميل. والحمد لله عملت يعني أصداء جميلة جدا مع الجمهور، وفي الاستفتاء يعني الحمد لله خدت الأفضل. أكيد. عايزين نتكلم عن الجمهور، دايما بيتابع أغانيك وبيتابع أعمالك كممثل كمان، فأنت حاسس الناس عايزاك أكتر في عايزك في كله طبعا. أنا عايز إيه طيب؟ لا هو الناس دايما بتبقى العمل الجيد بيفرض نفسه سواء كممثل أو كمطرب. بس الناس بتحبني جدا الحمد لله كمطرب برضه، لان ليا يعني شعبيه جميله، وده الاساس بالنسبه لي. هو ده اللي انا بدات كارير الفن بالغناء مش بالتمثيل. التمثيل جه بعد كده بسبب الغناء. فالحمد لله جمهوري هنا مشجعني، والحمد لله لقيت جمهور اكتر لما كمان دخلت في التمثيل. من وقت نقدر نقول سنه اولى نصب كان هو اللي كان الخطوه الاساسيه كمان فيك كممثل، نقدر نقول التغيير الاساسيه. شايف خطوات عايز كل الناس اللي كانوا معاك في العمل وخطواتك انت كمان كممثل فرقت كتير من وقتها؟ انا هتكلم عن نفسي، فرقت كتير جدا، لان الفتره اللي فاتت دي كلها مع التجارب الكتيره والاعمال اللي انا دخلت فيها، توجيهات المخرجين والزملاء كمان معايا، بدا يبقى ليا يمكن شكل مختلف. بقيت خبرتي اكبر، بقيت عارف ازاي اتعامل. فالحمد لله مع الوقت التمثيل بالنسبه لي بقى يعني الحمد لله زي ما مدام هلا فاخر قالت لي انت طورت نفسك جامد قوي بعد مشهد عملناه، فالحمد لله. سنة أولى نصب لغاية دلوقتي الناس كلها بتحب تتفرج عليه، وما بيجي كأنه أول مرة. لما عملته كنت حاسس النجاح الكبير ده قوي. محدش بيتوقع، احنا بنعمل اللي علينا وبنشوف بقى رد فعل الناس. يعني مثلا أغنية بلاش الملامح عملناها وكانت فكرة حلوة وقلنا يعني ان شاء الله ضربت لغاية دلوقتي. هي اللي عشنا قد ايه بقى وقتها دلوقتي، فواحد ما بيخططش خالص. طب شيرين شايف اللي بيحصل معاها ده يعني مجرد انها تطلع في فيديو حتى انا ما بتكلمش عن زملائي خالص. عايز تسالني عني ارد على حضرتك، تسالني على ناس تانية اسالهم هم. طب اكتر اغنية حبيتها في 2022 عمل جديد مع الفنان فهمي. عمل جديد مع الفنان حسين فهمي. المسلسل اسمه عودة البارون، قريبا ان شاء الله هيكون موجود على احد المنصات، لسه مش عارف. 15 حلقة فقط. انتوا خلاص قررتوا 15؟ هم خلاص لا اصل قالوا في جزء تاني. ما اعرفش لغايه دلوقتي. لو في جزء تاني انا ابن البارون فلازم هكون موجود يعني. هيقولوا لي اكيد. الجمهور كله عايز يشوفك مع رامز جلال في مقلب. يا ريت يا اخويا كلموا، فلوسهم حلوه. رد فعلك بتسالوني ليه عن اعمال غيري؟ بحب البرامج كلها وبحب الناس كلها، والناس جميله والدنيا لطيفه. الدنيا حلوه، الجو شتاء. لا انا مش مبسوط بالجو الشتاء دي. مش مبسوط خالص بالشتاء. ما بتحبش الشتا خالص؟ بحبه بس بعد ما خسيت بقيت ببرد قوي يا جدع. بس الاوتفيت برضه انت محافظ عليه ازاي وحارم نفسك بيه؟ الاوتفيت انا محافظ عليه ازاي؟ بحطه في الشماعه وبوديه دراي كلين. لا سوري، لا مش اللبس، سوري انا بتكلم عن الشيب الفتنس. الشيب بتاعك يعني الحمد لله مظبط اكلي جدا، وبعمل رياضتي المعتاده. انا رياضي من بدايتي يعني، وانا بحب الرياضه. فالاثنين مع بعض عاملين الشيب الحلو ده الحمد لله. والبرد برضو بيخلي الواحد ياكل في نفسه كده. طبعا حارم نفسك من ايه؟ يعني الاكله اللي بتشوف تقول كان نفسي قوي. كل الاكل باكله، ما عنديش حاجه محروم منها. كل حاجه. اكتر اكله بتحبها في الشتاء؟ بس كميات قليله. ده سؤالي. ما باكلش. لسه هسأل انا عندي. ما بدبش يعني زي زمان. طب يعني تنصح الناس لا ليكي لا. ياكلوا وجبات، ياكلوا اللي هم عايزينه، وجبات كتيره مثلا من 5 ل6 وجبات في اليوم، ويبقى في رياضه لازم يكون في رياضه. حاجه عندك الجيم بقى انتوا بتتخانقوا احنا على الهوا. يلا يا جماعه بقى، يلا يا جماعه. عندك جديد الفتره اللي جايه؟ ممكن ارد على السؤال ده وبعدين نكمل خناق؟ حاضر يا حبيبي حاضر. عودة البارون ده هينزل قريبا ان شاء الله، اعتقد في 23. صورت فاضل لي يومين او 3 ايام تصوير في حكايات الماميز مع الفنانه الجميله دينا فؤاد. وعندي استنى بس. ماميز ولا حكايات الماميز؟ حكايات الماميز. وعندي مسلسل اسمه السجل الاسود، ده بدأنا تصويره 30 حلقة ان شاء الله على احد المنصات. عندك سجل اسود ليك من هنا ورايح بالبلطو اللي انت لابسه ده مخ. يلا تك